في خضم التضييق الخارجي صفعة من الداخل تلقاها نظام دمشق بعد إعلان مساعد وزير النفط السوري عبد حسام الدين انضمامه إلى الثورة، ليصبح بذلك أعلى مسؤول ينشق عن النظام خلال الاحتجاجات. أعلن انشقاقي عن النظام واستقالتي من منصبي كمعاون وزير النفط والثروة المعدنية. رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون رحب بالاستقالة، متوقعا حصول مزيد من الانشقاقات السياسية والإدارية في سوريا. ليوم المرأة العالمي وقع مغاير في سوريا، ورغم حكم الحرب خرجت نساء سوريا في تظاهرات نسائية تطالب بالحرية وإسقاط النظام. الوضع ميدانيا على هشاشته، والقوات السورية تواصل إرسال تعزيزات عسكرية إلى محافظة إدلب، حيث يسود تخوف من قصفها واقتحامها بعدما دعا النظام عناصر الجيش الحر إلى تسليم سلاحهم. ويتهم ناشطون النظام بارتكاب مجازر في حي بابا عمر بدم بارد. وفي حلب استهدف انفجاران مركزين أمنيين ليلا. وأكد متحدث باسم اتحاد تنسيقيات حلب أن مجموعات من الجيش السوري الحر هي التي قامت بالتفجير. في هذه الأثناء يواصل الجيش الحر المنشق عملياته لإسقاط النظام وحماية المدنيين. وسط هذه الأجواء مزيد من القتلى سقطوا في إدلب ودير الزور وريف حما وريف دمشق برصاص الأمن، فيما تواصلت عمليات الدهم والاعتقال. في السياسة أكدت الصين أن مبعوثها لسوريا أبلغ حكومة دمشق ضرورة وقف العنف فورا ومساعدة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في توزيع المساعدات في المناطق التي تأثرت بالصراع هذا. وتواصل مبعوثة الأمم المتحدة الإنسانية فاليري أموس جولتها في سوريا غداة إعلانها أن أحياء في حمص دمرت بالكامل، أمر أثار صدمتها. وعلى خط موازن تعد الأمم المتحدة خطة طوارئ لإغاثة 1.5 مليون سوري. أما على خط آخر فاتهم سفير روسيا في الأمم المتحدة الحكومة الليبية بتدريب متمردين سوريين لشن هجمات على أهداف تابعة للحكومة السورية، ما أثار غضبا في مجلس الأمن خلال جلسة حضرها رئيس الحكومة الانتقالية الليبية عبد الرحيم الكيب. أمريكيا وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يدعو إلى إحالة الرئيس الأسد وكبار مسؤولي الحكومة السورية إلى محكمة دولية لجرائم الحرب. وفي العلاقة مع الصين تساءلت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن كانت بيجينغ ستستخدم قوتها للمساهمة في وقف العنف الوحشي ضد المدنيين في سوريا